شكرا جزيلا لكم. شكرا. Thank you very much. It's very nice. جزيل الشكر لكم. هذا لطيف للغاية. And thank you to Prime Minister. وأشكر رئيس الوزراء نتنياهو. وأيضا أريد أن أشكر السيدة سارة لضيافتها بالأمس خلال عشاء لا ينسى، وتحدثنا عن أمور هامة للغاية. أشكركم. أشكر السيد ديفيد فريدمان، السفراء الذين انضموا إلينا مع عدد من الأصدقاء الذي جاءوا من بلدنا إلى بلدكم، في حين أننا نؤكد على الروابط المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. شكرا. أريد أن أبدأ ملاحظات اليوم بالصلوات من كل الشعب الأمريكي لضحايا الهجمات الإرهابية في مانشستر. تعلمون كلكم شاهدتم ورأيتم أمرا رهيبا يحصل. نعرب عن تعازينا للعائلات العديدة التي خسرت أحبتها ولمن أصيبوا إصابات بليغة. أمر رهيب للغاية. العشرات من الأشخاص البريئين وأطفال رائعين جرى قتلهم بوحشية في هذه الهجمة على الإنسانية. أكرر مجددا أننا يجب أن ننتصر على الإرهاب والتطرف. يجب أن نتفوق على هذه الإيديولوجية الشريرة وأن ندافع عن مواطنينا وشعوب العالم. كل الأمم المتحضرة يجب أن تتوحد في هذه الجهود. هذه الرحلة تتركز على هذا الهدف: جلب الأمم معا وتوحيدها حول هدف انتصار على الإرهاب الذي يهدد العالم ويجب أن نحطم الأيديولوجية الكراهية التي تسير بسرعة. أفتخر بأن أقف هنا في المتحف العريق في إسرائيل لأخاطب الشعب الإسرائيلي وكل شعوب الشرق الأوسط الذين يتوقون إلى الأمن والازدهار والسلام. القدس إنها مدينة مقدسة. جمالها وتاريخها وإرثها لا يشبهه في ذلك أي مكان آخر. والروابط، يا له من ميراث، يا له من تاريخ. روابط الشعب اليهودي بهذه الأرض المقدسة إنها قديمة عريقة وأبدية. لقد عاشوا هنا آلاف السنين، بدءا من حتى في عهد الملك داود، وحينها رفع علم الإسرائيلي الأبيض والأزرق. بالأمس زرت حائط المبكى وشاهدت المؤمنين. لقد مررت بيدي على الحائط وقمت بالصلاة في هذا المكان المقدس من أجل الحكمة من الآلهة من الرب. أيضا قمت بالصلاة في الكنيسة، الكنيسة التي بناها المسيحيون ويأتون إليها من كافة أنحاء العالم. وصليت للملايين الستة من اليهود الذين قضوا في المحرقة. وأنا اليوم أيضا أكرر: لن يتكرر ذلك مجددا.
إسرائيل مثال على الروح التي لا تنكسر للشعب اليهودي. في كافة أرجاء هذا البلد هناك رسالة واحدة، وهي رسالة الأمل. عبر العهود اليهود عانوا من الاضطهاد والعنف، وحتى هناك من شهد على ذلك، ولكن في الحقيقة لقد انتصروا في النهاية. وأنا أرى تعقيدات لدى الشعب اليهودي، وأنا أقطع عليكم هذا الوعد إن إدارتي دائما ستقف مع إسرائيل. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. Through your hardships, you have created one of the most abundant lands anywhere in the world. لقد حصلتم على أرض ليس فقط فيها فرص تاريخية، ولكن فيها كثير من الروحانية. هذا المتحف حيث اجتمعنا اليوم يخبر تاريخ هذه الروح، وهناك المعابد وهناك المرتفعات. رأينا قصة رائعة من الإيمان، وهذا الإيمان هو الذي ساعد اليهود في أن يؤمنوا بمصيرهم. وقد بني هذا المتحف هنا بني المستقبل، مستقبل لم يحلم أي ببنائه. وإسرائيل ليست فقط يجب أن يعلم أطفالهم ويصلوا لله في هذه الأرض القديمة، أرض آبائهم وأجدادهم. إنهم يحبون هذه الأرض، إنهم يحبون الله. ولكن المسلمون والمسيحيون والمؤمنون الآخرين هم أحرار بالمعيشة، وأن يتعبدوا هنا وأن يتبعوا أحلامهم أيضا هنا. الآن مع الأصدقاء أقول اليهود والمسيحيون والمسلمون ومن كافة المعتقدات، كافة القبائل والأقوام، يجب أن يقتبسوا الروحانية من هذه المدينة لتجاوز الخلافات العرقية والعنصرية وتجاوز الكراهية، وليعطوا كافة الأطفال الأمل بالحرية والكرامة المزروعة في هذه الأرض. منذ أسبوع تحدثت، بداية هذا الأسبوع تحدثت في مؤتمر تاريخي في العربية السعودية. جرى استضافتي من قبل الملك سليمان، إنه شخص حكيم للغاية. وهناك حثيت أصدقائي في العالم العربي ببناء الأمن والسلام. ما شجعني هو رغبة العديد من القادة الذين أعربوا عن رغبتهم بمساهمتنا في هذه الجهود. الأزمة لا يمكن أن تتواصل إلى الأبد، ولكن المسألة تكمن في الأمم التي ستقول كفى إراقة دماء وكفى قتلا. ذلك المؤتمر التاريخي أظهر فرصة كبيرة لكافة شعوب الشرق الأوسط لتجاوز الخلافات العرقية والطائفية وإخماد نار العنصرية والإرهاب. ويجب بناء مستقبل هذه المنطقة. يجب أن يكون مستقبل أفضل بكثير مما هو الآن. التغيير يجب أن يأتي من الداخل. يمكن فقط للتغيير أن يأتي من الداخل. لا أب ولا أم يريدون لأطفالهم أن ينموا في عالم حيث الإرهاب يسير بحرية. الأطفال في المدارس يجري قتلهم، والأحبة يموتون. لا يجب على أي طفل أن يلد مع كراهية في قلبه. لا يجب تعليم الأطفال الكراهية والقتل. ليس من أمة متحضرة تستطيع التسامح مع مجزرة الأبرياء
بالأسلحة الكيميائية. رسالتي في ذلك المؤتمر هي نفس الرسالة التي لكم. يجب أن نبني تآلف من الشركاء الذين لديهم هدف مشترك للانتصار على التطرف والعنف، ويجب أن نعطي أطفالنا مستقبلا آمنا. ولكن المستقبل الهادف للأطفال في الشرق الأوسط يتطلب أن يعترف العالم بالدور الحيوي لدولة إسرائيل. وعن الولايات المتحدة نتعهد أن نقف معكم وندافع عن القيم المشتركة، لأننا معا نستطيع الانتصار على الإرهاب ونخلق أمنا وأمانا لكل أطفال الله. الإسرائيليون عانوا من الإرهاب والكراهية من التطرف. الإسرائيليون قتلوا من قبل الإرهابيين بالقنابل والسكاكين. حماس وحزب الله يطلقون صواريخ على المجتمعات الإسرائيلية، يقتلون الأطفال. الأطفال اعتادوا هنا على سماع صفارات الإنذار ويهرعوا إلى ملاجئ في رعب. والآن حين نتحدث فإن الداعش تستهدف أيضا الآمنين، وقادة إيران يدعون بشكل روتيني، يدعون لدمار إسرائيل، ولكن ليس في عهد دونالد جي ترامب، صدقوني. Thank you. شكرا. I like you too. أنا أحبكم أيضا. Despite these challenges, رغم كل التحديات فإن إسرائيل تعيش كأمة حضارية، وليس هناك من كيان دولي يجب أن يشكك في الإنجازات الإسرائيلية في المنطقة وفي العالم. دعونا نصلي اليوم من أجل السلام ولمستقبل آمن ومسالم في الشرق الأوسط. البعض يقولون أننا يجب أن نختار بين دعم إسرائيل ودعم العرب والمسلمين في المنطقة، وهذا الأمر خاطئ للغاية. كل الناس الشرفاء يريدون العيش بسلام، وكل الإنسانية مهددة بشر الإرهاب. الأمم يمكن أن تتوحد لحماية الأبرياء والكرامة الإنسانية وتدعو للسلام والاستقرار في المنطقة. إدارتي متعهدة بتشكيل هذا التآلف، وقد حققنا خطوة كبيرة في رحلتنا هذه. نعلم على سبيل المثال أن الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون حياة أفضل لأطفالهم، ونعرف أن السلام ممكن في حال وضعنا الألم والفرقة في الماضي ونتفوق معا على هذه الأزمة التي تتواصل منذ أكثر من نصف قرن أو أكثر. وكما قلت وكررت، أنا متعهد بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين لتوقيع اتفاقية السلام. وأجريت لقاء هذا الصباح مع الرئيس عباس، وأستطيع أن أقول لكم أن الفلسطينيين مستعدون للتوصل للسلام. أعرف أنكم سمعتم ذلك من قبل، وأنا أقول لكم هذا ما أفعل. إنهم مستعدون للوصول إلى السلام. ولقائي مع صديقي الرائع بنجامين، من خلال اللقاء أستطيع أن أقول لكم أيضا أنه يتوق إلى السلام، إنه يريد السلام، إنه يحب شعبه ويحب بالأخص الشعب الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو يريد السلام،
صنع السلام لن يكون سهلا على أي حال، وكلنا نعرف ذلك. كل الأطراف ستواجه قرارات صعبة، ولكن يجب أن نؤمن بأن السلام ممكن، وبذلك الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم أن يعقدوا الصفقة. مع مسيرتنا إلى السلام يجب أن نبني بقوة أمن دولنا. الولايات المتحدة ملتزمة تماما بإبقاء إيران بعيدة عن تطوير الأسلحة النووية ومنع دعمها للإرهاب والميليشيات. إذن إننا نقول لكم الآن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. الشراكة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية أقوى من أي وقت كان، وفي إبان إدارتي سترون الفرق، فرقا كبيرا ورائعا. إضافة إلى الدرع الحديدي، القبة الحديدية التي تبقي الإسرائيليين آمنين من الصواريخ قصيرة المدى التي يطلقها حزب الله وحماس، وديفيد سلينج. هناك سيكون صواريخ كان هناك أيضا صواريخ بعيدة المدى. قريبا أطفال إسرائيليون لن يحتاجوا ليهرعوا إلى الملاجئ مجددا حين تصرخ صفارات الإنذار. إسرائيل تفخر أن قواتها الجوية ستحصل على مقاتلة F-35 الأمريكية الفريدة من نوعها. ليس هناك مثيل لهذه المقاتلة في العالم للدفاع عن أمة. وأتوق لرؤية هذه الطائرات في سماء إسرائيل قريبا حين ستحتفل بالتأسيس 69 لتأسيس إسرائيل. ومع تقوية أواصر صداقتنا دعونا نأكد على مثلنا العليا. لا يجب أن ننسى أن الروابط بين أمتينا موجودة في قلوب شعبنا، وألا هو محبة الحرية والمحبة والكرامة والمحبة لكل شخص وامرأة ورجل وطفل. يجب أن ننتقل لعالم يعيش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون معا ويعيشون بسلام وصداقة وثقة. القيم التي تمارس في إسرائيل أظهرت للكثيرين للملايين من الناس حول العالم. أيضا ثيودور هيرسل ومثلها تطبق اليوم. كل هذه المبادئ تخدم الإنسانية كلها. نرى حجاجا يتوافدون من كافة الأرجاء البسيطة إلى هنا من كافة الأديان. اليهود يتوافدون إلى حائط المبكى، المسيحيون يصلون في كنيسة عريقة، المسلمون يأتون للصلاة في أماكنهم المقدسة في هذه المدينة. هذه المدينة لا تشبه أي مكان في العالم، توحد بين قلوب الناس وتبرز كيف يتعبدون الله. نرى كيف الحياة تنتصر على كافة الأمور الشريرة الأخرى، حيث نرى كافة المؤمنين المختلفين يأتون إلى الصلاة، ونرى الأطفال المدارس يتعلمون جنبا إلى جانب في المدارس. بذلك نرى أن وعد الله
جلب الخير للكثير من الناس. نرى أن الناس في هذه الأرض تجاوزوا خلافات الماضي والعنف وتعودوا أن يعيشوا في حرية. هذا يجب أن يشجع كل شخص على هذه الأرض. اليوم في القدس نصلي ونأمل أن الأطفال حول العالم سيتمكنون من العيش من دون خوف، وأن يحلموا من دون حدود، وأن يزدهروا من دون عنف. أطلب من هذه الأرض المقدسة أن تضم إلي لمحاربة قوى العنف والشر من أجل مثل العليا وحماية كرامة كل من أطفال الله. شكرا. بارككم الله. بارك الله دولة إسرائيل، وبارك الله الولايات المتحدة. شكرا لكم. شكرا. So I look at